الوداد 1-0 على ارضه، وخسر امامه 1-0 وخرج بركلات الترجيح في تلك المباراه. على الارض دغموم وتسديده، جول اول ياتي الان لعبد الرحيم دغموم. ربع ساعه والمصري يسجل اول اهدافه في لقاء سيمبا. 1-0 للنادي المصري. يحتفل الجزائري عبد الرحيم دغموم بهذه الطريقه. 1-0. كرة مخدعة، استلم باليمنى سدد باليسرى، تخدع الكرة موسى كامارا وتسكن شباكه. المصري يضرب الأول الآن هنا في استاد السويس الجديد عن طريق عبد الرحيم دغموم. كرة مخدعة ارتدت من الأرض وتخدع حارس المرمى موسى كامارا وتسكن شباكه بهذه الطريقة. البندة اللي عملتها الكرة في الأرض هي التي خدعت حارس المرمى. التسديدة التي جاءت من عبد الرحيم دغموم، ارتدت الكرة من الأرض قبل مترين من مواجهة الحارس لتعلو ولتخدع حارس المرمى الغيني موسى كامارا، وليأتي الهدف الأول بالقدم اليسرى من جانب. الهدف الثاني حتى ولو سيمبا لم يكن سيئا في هذه المباراة، لكن العبرة بالخواتم. يعني في نهاية المطاف حتى ولو تكونش مسيطر، هدف ثاني 2-0 مهم جدا في مباراة العودة. بوكا البديل هو اللي سجل الهدف الثاني ورجع للفار وحسم الأمر في الهدف الثاني، يعني 2-0 نتيجة